السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا ديزاين جديد. الديزاين عبارة عن كريمة وشوكليت لعشاق الشوكليت طبعا، او للي مش بيحبوا بقى الكريمة فيها الوان. الكريمة بتاعتنا النهارده هتكون فيها كاكاو وهتكون كريمة فانيليا عادي خالص. زي ما انتوا شايفين في البداية كده، الكيك اللي معانا ده مقاس 16، والقاعدة اللي احنا بنشتغل عليها بتبقى مقاس 25 مدام مربعة. لو مدورة انا بحب اجيب اللي هي ال26، بحيث ان هي تبقى محكمة جدا في قلب الكرتونة بتاعتي. يعني انا الكرتونة بتاعتي بتبقى مقاس 25، فبجيب لها القاعدة بتاعتها 25 لو مربعة. ولو مدورة بجيب لها مقاس 26، لان طبعا مفيش مدور مقاس 25. زي ما انتوا شايفين الكيكة معايا مش متلية، الكيكة معايا مدوب بس هي سقعت معايا، حطيتها عندي في الفريزر لمدة ساعة على الأقل عشان بس اقدر ان انا اشتغل عليها. وزي ما انتوا شايفين انا حاطة كمية كده كويسة جدا من الكريمة، عشان انا دلوقتي هعمل شكل مختلف. فحابة ان انا لما اجي اعمل تجزيعة بتاعة السكرابر يديني بقى الشكل مظبوط وما يبينش معايا طبقات الكيك. يعني عشان لازم ان احنا نبقى حاطين كمية وفيرة كده من الكريمة عشان لما اجي استخدمه ما يبينش معايا طبقات الكيك. زي ما انتوا شايفين برضو انا بستخدم السكرابر. تقدري تستخدمي البلاستيك او تستخدمي الاستانلس. لو انت بتعملي في البيت الاستانلس حلو جدا جدا. لو انت بقى هتطلعي اوردرات من البيت او عندك مشروع، هاتي الاستانلس مرة واحدة وده هيبقى كويس جدا معاكي. يعني مش هتفكري ان انت تجيبي حاجة تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا بمسح الزياده، بمسحها عندي في البوله. ما ينفعش ان انا اعمل السكرابر كذا مره وهو في قلبيه كريمه، لازم امسح الزياده. زي ما انتوا شايفين برضو في الاسباتيولا بعمل نفس الكلام، بمسح الزياده في قلب اي حاجه. الاسباتيولا بمسحها في قلب الحله بتاعه العجان، او يبقى عندي بوله صغيره امسح فيها الزيادات، او حتى فوطه نظيفه لاستخدام الكريم الشانتيه. بس انا بفضل ان انا استخدم اشيل الزياده احطها عندي في البوله عشان اقدر ان انا استخدمها بعد كده. وبعد كده جبنا كريمه شوكليت، دي كريمه عاديه خالص بيضه، حاطين عليها كميه من الكاكاو عشان تبقى طعمها بطعم الشوكليت وتدينا الدرجات برضو بتاعت البنيات دي. ده كان برضو طلب العميلة عندي، كانت هي مختارة الديزاين وانا صممته على اختيارها. فالشكل ده حلو جدا، مناسب جدا للرجال. يعني هي حاجة كلاسيكي وتمشي رجالي جدا. يعني لو بنات لا، انا ما رجحش البنات الديزاين ده. في حاجات تانية للبنات حلوة جدا يعني. وزي ما انتوا شايفين السكرابر ده هو ده اللي انا استخدمته في البداية عشان اللقطة دي ما كانتش اتصورت. فهو ده سعره عامل حوالي 35 ل40، انا مش متذكرة، بس هو موجود بالقطعة وموجود منه بطقم على بعضه. وبعد كده جبت عندي الدست وبخففه بمذيب الدست. لو مش متوفر عندك مذيب دست تقدري تستخدمي مية عادي، مفيش اي مشكلة، بس ما تخففيش الدست قوي عشان ما يسيلش معاكي. وبعد كده جبت الدست بقى حطيته على الاطراف زي ما انتم شايفين. حسيت بقى ان الكيكه ناقصها حاجه، لا هي كده مش شكلها مش مريحني. جبت بقى الفرشه ورشرشت عليها كده بالدست، حسيت ان هي نطقت كده وشكلها بقى احلى بكتير عشان الجزء الابيض مساحه اكبر من الجزء البني، فنطقت معايا لما عملت عليها رشاشه. وبعد كده جبت عندي الاكليرك ده اكليرك هابي بيرث داي، بيتباع ب25 جنيه، بيبقى فيه منه كذا اشكال. طبعا انت بتختاري الشكل اللي بيريحك. انا لما بنزل بجيب كمية، بجيب من كل حاجة يعني قدامي، بتنفعني بعد كده في الشغل عندي، بستخدم بقى المناسب ليا. وبعد كده يا بنات للأمانة حسيت ان الدست مش باين قوي على الجزء البني، فعشان انطقه وابينه اكتر حطيت بقى ورق الذهب، هيبقى شكله ملفت اكتر وهيكون كمان بارز على الكريمة. فحسيت ان هو فعلا اختلف برضو معايا. فبيبقى فيه لمسة كده لازم ان انت تبقي واخدة بالك منها، انت مش بتاخدي صورة الديزاين وتنفذيها زي ما هي، لا انت لازم يبقى ليكي لمسة مختلفة عن الديزاين اللي انت واخداه او الشكل اللي انت واخدة تصمميه. فبس كده حطيت الدست ورق الدهب سوري زي ما انتم شايفين كده. وانا بالنسبة لي فرقت معايا جدا، اكيد برضو باينة معاكم في التصوير ان هي فعلا شكلها باين جدا. وبعد كده جبت المولدات السيليكون دي، بيبقى فيها اشكال بابلز عشان برضو انا كنت عاملاها قبل كده، ففكرين ان انا كنت مستخدمه شوكولاته مقاطعه. انا مش بستخدم اي شوكولاتات مقاطعه، انا بيبقى عندي مولدات سيليكون زي كده
وبقدر ان انا اصب فيها الشوكولاتة. بتبقى عندي قوالب شوكولاتة اللي هي ال2.5 كيلو، بستخدم منها مثلا مكعبين ولا حاجة. بحط عليها معلقة صغيرة من الزيت وبحطهم في الميكرويف عندي لمدة 30 ثانية ويفكوا. وبعد كده ابرد الشوكليت وانزلها عندي في قلب القالب السيليكون عشان يبقى قطعة الشوكولاتة لما تيجي بعد كده اخرجها تبقى متماسكة، ما تسيحش معايا، لا انا عايزاها متماسكة بدرجة حرارة الغرفة. يعني بمعنى اصح بعمل لها حركة زي التمبرنج كده، بس مش بتعب نفسي ولا بحط عليها اي اضافة من عندي. بعد كده جبت بقى البسكويت اللي هو بديل الاوريو. حطيت برضو عليه كده رشاشة من الدست، فنطق معايا برضو شكل الاوردر بتاعي او التورته بتاعتي، نطقت معايا جامد. وزي ما انتوا شايفين البيضات الصغيره دي حطيتها من تحت كده كانها فيها اجزاء كده واقعه تحت، فكان شكلها حلو جدا وهاديه خالص ما فيهاش اي تفاصيل تانية. فانا ما صورتش الفينش بتاعها، فما فيش غير الصور دي عندي. فيا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون خفيف على قلبكم واستفدتوا منه. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.